في احد الليالي العاصفه كان في بطل حرب قاعد جنب مراته اللي بتولد ومستني ولاده ابنه، وفي نفس الوقت ده عدد كبير من السحرة بيستشعروا تدفق هائل للطاقه السحريه، وبيعرفوا من ده ان في شخص بقوه عظيمه على وشك انه يتولد. لاول مره تحصل من الاف السنين ان يتولد بشر بالقوه دي كلها. بيستنتجوا ساعتها ان الطفل ده هيغير العالم، وفعلا بتشرق الشمس ومرات الراجل بتجيب طفل بصحه جيده وبيتسمى سندباد، الشخص اللي في يوم من الايام هيحتل المحيطات السبعه وهيصبح الملك. بيعدي الوقت وبنعرف ان في حرب دايره بمملكه بارتيفيا امبراطوريه ريم، وجوه احد القرى التابعه للمملكه بيبقى في مجموعه من الجنود عمالين بيحتفلوا بانتصار مملكتهم. بيجي اتنين من الحراس لوالد سندباد واللي بالمناسبه بيدعى بدر، بيدوا له كاس ضخمه مليانه ذهب وبيقولوا له دي مكافئتك مقابل انجازاتك في الحرب، ولكنه بيرفضها وبيقول لهم يبقوا وزعوها على اللي موجودين هنا، وبيسيبهم وبيمشي. واضح حاليا انه خسر رجله في الحرب. بيروح يكمل شغله كصياد وبيقول انا ما عادش عايز اقاتل اكتر من كده. بيجيب الشبكه علشان يصطاد، ولكن ساعتها بتصدم بابنه سندباد نايم تحتها. يا ابن الهبله اللي جابك هنا، وبيفضل يزاول فيه طول ما هم على المركب. ولكن فجاه بتحصل عاصفه رعديه، ابوه بيحاول يخرج منها ولكنه مش عارف. ساعتها بتظهر موهبه سندباد وبيقول له الطريق من هنا. ابوه بيستغرب كده لكنه بيقرر يسمع كلامه، وفعلا بيقدروا انهم يخرجوا من العاصفه وسط صدمه الاب. بيمسك ابنه وبيقول له انت ممكن يبقى عندك قدرات خاصه، القدره انك تحدد ايه صح وايه غلط. انا متاكد انك في يوم من الايام هتكون الشخص اللي يرشد الناس وين الحرب العقيمه دي. بتعدي سنتين وبنشوف شخص غريب عمال بيهرب من الحراس. بيحاصروه عند المنحدر ولكنه بيختار انه ينط في البحر ولا انهم يمسكوه. وفي الصباح سندباد بيجيب الاكل لابوه وبيطلب منه انه يسمح له يجي معاه البحر في المره الجايه. بيقول له انا خلاص بقى عندي 5 سنين ومتاكد اني هقدر اساعدك، ولكن ابوه بيرفض. بيقول له لا انت هتعاقني وخلاص، لما تكبر شويه ابقى اخدك معايا، ولحد ما ده يجي عايزك تجهز نفسك للشغل، اتفقنا؟ في الوقت ده بيجي مجموعه من الاشخاص بيفضلوا يشتموه في ابوه وبينادوه بالخاين. بيمسكوه من هدومه وبيقولوا له بقى احنا كلنا بنعاني علشان نساعد في الحرب وانت قاعد هنا بتصطاد سمك، يا بجحتك يا اخي. وبنعرف ان في خلال السنتين اللي فاتوا دخلت مملكه بارتيفيا في حرب مباشره مع امبراطوريه ريم، واللي كانت اقوى منهم بمراحل سواء عسكريا او اقتصاديا، وده اللي تسبب في ان سكان بارتيفيا يتفقروا تدريجيا وبقى حلمهم ينتصروا في الحرب باي ثمن علشان يستعيدوا ثرواتهم، وده اللي خلاهم يلقوا اللوم على كل اللي ما شاركوش في الحرب وبقوا بيعتبروهم زي الخونه. بيتلموا بعدها على بدر وبيضربوه قدام ابنه لحد ما بيفقد الوعي. بيصحى بعد شويه وبيحاول يمثل ان مفيش اي حاجه حصلت، ولكن سندباد بيتعصب عليه وبيقول له انت ليه سبتهم يضربوك؟ اهو مش انت برضه بطل حرب؟ كنت تقدر تضربهم كلهم لو عايز. بيقول له انت جبان، وبعدها بيسيبه وبيمشي. بيرجعوا بعدها على البيت وامه بتاخد بالها ان في حاجه حصلت. بدر ساعتها بيطلب من سندباد يروح يجيب شويه ميه من البئر. بيقول له اعتقد حتى طفل زيك يقدر يعملها، وفعلا بيشيل برميل اكبر منه وبيروح على البئر. وبعد ما بيمشي مراته بتقول له هو انت ناوي تستمر على الوضع ده لحد امتى؟ احنا خلاص الفلوس اللي معانا قربت تخلص. في الوقت ده بيقاطعهم سندباد ويقول لهم انه لا شخص غرقان في الميه. بيطلعوه فعلا وبيطلع هو نفس الشخص اللي كان بيهرب من الحراس. بيصحى من النوم وبدر بيعرفوا ان سندباد لقى مرمي في البئر وانقذه، ولو كان اتاخر شويه كان زمانه ميت. الراجل ساعتها بيبكي بغزاره وبيفضل يشكر سندباد على انقاذه ليه. وبنعرف بعدها ان الشخص ده بيدعى داريوس. بيقول لهم انه تاجر وسفينته اتحطمت في الطريق وانتهى بالوضع غرقان هنا. وفي خلال ما هما بيتكلموا بيلاقوا سندباد طالع على راسه وبيقول له عمو هو ازاي دماغك لونها اصفر؟ انا مش فاهم. الراجل وقتها بيضحك وبيقول له هو انت عمرك ما خرجت من القريه دي قبل كده؟ بيبدا يحكي له بيقول له انا جاي من مكان بعيد بره القريه، وفي المكان اللي انا جيت منه في اكتر من لون للشعر، ومش بس كده ده كمان في العديد من البلدان وكل بلد بتتميز بثقافه وطعام مختلف عن الثانيه. العالم اكبر بكتير من اللي انت متخيله. كلامه ده كان بمثابه النار اللي اشعلت حماس سندباد وخلت عنده رغبه في انه يعرف اكتر عن العالم. بدر قال له تقدر تفضل هنا لحد ما اصابتك كلها تتعالج، ولكن عايزك توعدني انك ما تسببش اي مشاكل. الراجل وقتها اتاثر من طيبته وبيوعده بكده. ومن وقتها وبقى داريوس كل ليله يفضل يحكي لسندباد عن مغامراته وعن قد ايه في حاجات كتيره في العالم ده هو ما يعرفهاش. بيقول له ان في بلاد مغطاه بالثلوج وان في اراضي كامله كلها رمل ودرجه حرارتها بتحرق زي النار. وبالنسبه لطفل عمره ما خرج بره القريه، فقصص داريوس كانت اشبه بقصص الاحلام، وعرفته قد ايه المكان اللي هو فيه صغير وبقى عايز يستكشف العالم كله لما يكبر. استمر الوضع على كده، ولكن في احد الايام بيجي مجموعه من الجنود على بيت بدر وبيقولوا لها انهم بيدوروا على جاسوس من امبراطوريه ريم وشاكين انه مستخبي في القريه دي. بياخدوا بالهم ان في اكتر من حذاء على الباب ولسه اقتحموا البيت، ولكن داريوس بيكشف عن نفسه وبيخلص على كل الجنود بوحشيه. بياخد سندباد معاه كرهينه وبيقول لهم لو حد قرب مني هخلص لكم على الواد ده. سندباد ما بيكونش فاهم. بيقول له انت ليه بتعمل كده؟ انت مش شخص شرير للدرجه دي. بيقول له للاسف هي دي حياتي، انا جاسوس من امبراطوريه ريم وهعمل اي حاجه في سبيل اني انفذ مهمتي. ام سندباد بتستنجد باي حد ينقذ ابنها، ولكن كله بيكون خايف ومحدش عايز يتدخل. في الوقت ده بدر بيوصل وبيقول له سيب الطفل يا داريوس، ابني ملوش دعوه بكل ده. بينزل على الارض وبيترجى انه يسيب ابنه. بيقول له لو تعاونت مع قاده بارتيفيا قلت لهم على المعلومات اللي عندك اكيد هيدوك فرصه ثانيه. داريوس بيقول له انت عايزني ابيع بلدي علشان انقذ نفسي؟ بيتعصب وبيقول له انا فخور بكوني مواطن من ريم وعمري ابدا ما اخون بلدي. في اللحظه دي بدر بيستغل تشتته في جزء من الثانيه بيخترق قلب داريوس. بياخد ابنه وبيقول له انا ما يفرقش معايا ان الناس يقولوا عليا خاين او حتى يحتقروني، ولكن مش هسامح اي حد يحاول انه يؤذي عيلتي. داريوس بعدها بيسقط على الارض وسندباد بيعيط وبيقول له انا استمتعت بقصصك اكتر من اي حاجه، انا فعلا حبيت القصص اللي انت حكيتها لي. بيتم بعدها القبض على
بدر محاكمته بتهمه اخفائه الجاسوس من امبراطوريه ريم، وعقابه هو ان هيتم ارساله لساحه المعركه. سندباد وامه بيوصلوا وبيشوفوهم وهم بياخدوه. في الوقت ده الناس بيبداوا يشتموا فيه وبيقولوا له امشي من هنا ايها الخائن، طول ما انت موجود الجواسيس هيجوا على هنا. سندباد بيتعصب عليهم وبيقول لهم ما تتكلموش وحش عن ابويا. واحد فيهم لسه يروح يضربه ولكن بدر بيزعق وبيقول له اياك تلمس ابني، اياكم تلمسوا عيلتي، انا دلوقتي رايح على الحرب زي ما انتوا عايزين، بس خليكم فاكرين كويس. بيقلع هدومه وبيقول لهم اتفرجوا، هو ده اللي الحرب بتعمله. كلهم بيكونوا مصدومين. لمئات والاف السنين عدد كبير من الناس ماتوا وفقدوا حياتهم، وعلى الرغم من كده برضه لسه عايزين تقاتلوا، لسه عايزين تضحوا بافراد عيلتكم اكتر من كده. قولوا لي هل فعلا الحرب حلوه قوي كده؟ وقبل ما يمشي بينادي لابنه وبيقول له من هنا ورايح هتبدا حياتك كراجل، عايزك تقاتل في حياتك وما تسمحش لحد ابدا انه يجي عليك، خد بالك من امك يا سندباد. وبعدها الجنود بياخدوه. سندباد وقتها فهم اخيرا، عرف مدى قوه ابوه والدرس اللي هو كان بيحاول يعلمه له. وبعد عده اشهر بيوصل لهم خبر موت بدر في ساحه المعركه، وكل اللي بيرجع منه هو السيف بتاعه. بتعدي 9 سنين وسندباد بيكبر وبقى عنده 14 سنه، وبنعرف ان في الفتره دي ظهر مبنى غامض على حدود كل من مملكه بارتيفيا وامبراطوريه ريم، وبيقال ان بتقبع جواه قوه هائله من شانها انها تغير مجريات الحرب، واطلقوا عليه الناس اسم البرج او الدنجون. كل من بارتيفيا وامبراطوريه ريم حاولوا يفتحوه ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل. 10000 جندي تم ارسالهم علشان يتحدوا البرج ولكن ولا واحد فيهم رجع. انتوا متخيلين الرقم؟ لحد ما ظهر الشخص اللي هيتحدى البرج وينجح في ده. وبتنتقل بين الاحداث لمدينه بتدعى كونتاستيا، مدينه موجوده في الشمال وبعيده عن ايدي الحكومه. بنشوف عربه تجاريه ماشيه في امان الله، ولكن قطاع الطرق بيعترضوها، بيقولوا لهم لو خايفين على حياتكم يجوا سلمونا كل اللي معاكم. وبنعرف ان دول في الاصل يبقوا اشخاص هاربين من التجنيد وتحولوا لصوص، ولان كونتاستيا خاليه من الحراس فده خلاها موطن للعديد من المجرمين وقطاع الطرق. الزعيم بتاعهم بيقول لهم خدوا البنات بس وخلصوا على العجوز. ولكن في الوقت ده بيظهر بطلنا سندباد على السطح وبينط من فوق، بيقول ان البحر والبشر كلهم زي الامواج ومفيش موجه ما اقدرش اتغلب عليها. بينزل على الزعيم بتاعهم بيدوس على وشه، بيتحرك بكل رشاقه وبيروح على التاني وبالبوكس في نص دماغه. شويه حركات في الهواء شقلباظات واحد ورا التاني بيخلص عليهم كلهم وبيرشق السيف جنب دماغ الزعيم. بيشكروا بعدها وبيعرضوا عليه انهم يدوا له مكافاه على انقاذه ليهم. قال لهم مش محتاجين تعملوا حاجه، الاهم من ده هو انتوا ماشيين ببضاعتكم كده من غير حراس. بيعرفوا ساعتها ان ابوهم واخواتهم تم تجنيدهم من اجل الحرب وعلشان كده مفيش حد معاهم. قال لهم في الحاله دي بقى رايكم تستاجروني، ده غير يعني ان ما اقدرش اسيب قمر زي كده تتعرض للخطر. وهي ده صديقي اسوء صفه في بطلنا، وهي انه طالع نسوانجي وكل ما يشوف بنت لازم يعكسها. البنات عينها بتنور ولكنهم للاسف بيكونوا اخدوا طريق البحر. بيقرروا انهم يدوا شويه من بضاعتهم كمكافاه. بيروحوا يفتحوا البرميل ولكن ساعتها بيتفاجئوا بشخص نايم جوه بيقول لها ما تفتحيش البرميل من غير اذن لو سمحتي. بيتمشوا بعدها وبنعرف ان الشخص ده بيدعى يونان ويبقى رحاله. سندباد بيساله هو انت كنت بتعمل ايه في مكان زي ده؟ فبيقول له ان البرميل كان ضيق ومضلم علشان كده كان مريح وشكله كده مجنون يا صديقي. بيوصلوا بعدها على القريه والعيال بترحب برجوع سندباد، بيقول لهم انا ما لقيتش شغل ولكن جبت لكم فاكهه عاليه الجوده. وفي خلال طريقهم يونان بيلاحظ قد ايه سندباد محبوب من اهل القريه وكلهم بيثقوا فيه وبيحبوه. بيوصلوا على البيت وامه بتحاول تقوم علشان ترحب بالضيف ولكنها ما بتقدرش بسبب تعبها. وبالليل بنشوف عربه جواها 2 من الحراس وعلى متنها قائد اسطول الحدود الغربي واللي بيدعى دراجون، ويبدو كده انه متجه لقريه سندباد. وفي الصباح يونان بيفوق وبيلاقي سندباد خلص اكله بسرعه بيستعد للمغادره. بيقدم له اكل وبيقول له سيبك انا بقى علشان عندي بضاعه لازم انقلها، تقدر تفضل هنا لحد ما تلاقي مكان تاني. وبعدها بياخد بعضه وبيمشي. ام سندباد بعدها بتصحى ويونان بيشكرها لانها سمحت له يفضل هنا. بيفضلوا يتكلموا ولكن في خلال كده بتبدا تكح فبيجيب لها ميه تشربها. بيقول لها هو انت بقالك كتير مريضه؟ بتقول له ايوه، كل اللي بعمله اني بتعب الواد ده معايا. ابوه كان دايما يقول لي ان سندباد عنده قدره خاصه ولكنه محبوس في القريه دي بسبب مرضي. انا مش عارفه ليه قلت لك على كل ده، بس حسيت ان اقدر احكي لك على اي حاجه، علشان كده عندي ليك طلب. في حاله لو سندباد حصل له حاجه وفقد طريقه فانا عايزك انت ترجعه للطريق الصح. يونان وقتها بيستغرب وبيكون مفكرها عرفت حياته ولكن كل ده طلع منها بشكل لا ارادي. بيقول لها حاول اعمل كل اللي اقدر عليه. في اللحظه دي بتدخل عليهم واحده من القريه وبتقول لهم ان سندباد واقع في مشكله، وبنشوف دراجون واتباعه وهم محاصرين سندباد. ودراجون بيقول له انت جالك استدعاءات تجنيد اكتر من مره، جاوب على الاستدعاءات دي في خلال 3 ايام. قال له لو رفضت ايه اللي هيحصل؟ بيدي في وشه بيقول له انت مالكش الحق ترفض يالا، ده امر من الجيش. وبنعرف ان سندباد كان طول الفتره دي بيتجاهل في استدعاءات الجيش المستمره ليه. دراجون قال له انت هتخدم بلدك كاحد افراد القوه العامله. سندباد اول ما بيسمع كده بيتعصب وبيقول له قوه عامله؟ هو انت شايفنا ايه بالظبط يا عم انت؟ قال له من الطبيعي ان المواطن يخدم بلده، وفي حربنا ضد الامبراطوريه فالمواطنين قوه عامله لا غنى عنها. سندباد بيقول له احنا مش ادوات ليكم علشان تستخدموها في الحرب، انا عمري ابدا ما هنضم للجيش. في الوقت ده بقى سكان القريه بيبداوا يدافعوا عنه ولكن دراجون بيلعب لعبه قذره وبيقول له هو مش انت برضه عندك انت اكيد عارف ان رفض الاستدعاء يعتبر خيانه وطنيه، واكيد برضه انت سمعت عن البرج. السحرة قالوا لنا ان في قوه ملهاش حدود موجوده جواه واحنا لازم نحصل على القوه دي باي ثمن. وبعدين هو مش ابوك برضه كان انضم للحرب في النهايه؟ حاول تتعلم حاجه من اللي حصل له. وبعدها بيسيبه وبيمشي. بيروح بعدها يتكلم مع يونان وسندباد بيقول له معنى انهم يجندوني في الوقت ده انهم ناويين يبعتوني على البرج. في 10000 جندي اتحدوه ولا واحد فيهم رجع، يعني لو وفيت اروح
هيكون مصيري هو الموت، ولو رفضت برضه مش هيسيبوني في حالي. يبدو كده ان الاوان خلاص فات على البلد دي. يونان قال له في الحاله دي يبقى انت لازم تروح على البرج، انت قلت ان الاوان فات على الدوله دي، علشان كده فلتصبح انت الملك وغير الدوله دي والعالم بايديك. سندباد بيقول له دي نكته دي ولا ايه؟ يونان قال له البحر والبشر كلهم زي الامواج ومفيش موجه ما اقدرش اتغلب عليها. مش ده كان كلامك؟ انت بتعرف ازاي تتقبل مصيرك وتتغلب عليه، علشان كده روح على البرج، فجواه هتلاقي القوه اللي انت بتدور عليها، قوه الملك. سندباد بيقول له هو انت مين بالظبط؟ يونان بيضحك وبيقول له مجرد رحاله، وبعدها بيسيبه وبيختفي. سندباد ساعتها بيقتنع بالكلام وبيقرر انه هيتحدى البرج، بيقول له البرج ده فعلا جواه قوه الملك، فانا هخليها ملكي وهغير العالم ده بايديا. وعلى الناحيه الثانيه دراجون بيروح يبلغ رئيسه ان ال 100 جندي المخصصين لتحدي البرج مستعدين للمغادره. بيقول له الامبراطور متوقع منك حاجات كتير، مش عايزك تخيب ظني. بيرجع بعدها على اوضته وبيقول في نفسه اذا كانوا اسطول النخبه اللي كان مكون من 1000 عضو تم ابادتهم بالكامل، ودلوقتي عايز يبعت لنا 100 مدني على هناك، بيعرف ساعتها انهم ناويين يضحوا بيه مش اكتر، فلو كان في ضحيه من النبلاء وسط المدنيين ده هيسهل عليهم تهدئه المواطنين. في الوقت ده بتسمعوا بنت كده وبتقول له بقى خد بالك من كلامك وانت في القصر الملكي، والبنت دي تبقى هي الاميره سرنديني. الواد اول ما بيشوفها بينحني والبنت بتقول له يا عم مش لازم في كل مره تعمل كده، فاكر لما كنا صغيرين كنت بتفضل تيجي ورايا في كل حته زي العيل الصغير. قال لها انت دايما كنت بتعاملي شخص زي بلطف زي ما اكون جزء من عيلتك، وعلشان كده انا بوعدك ان هفتح البرج، مش هخيب ظنك المره دي. وفعلا بيجي اليوم المحدد ودراجون واتباعه بيكونوا انتهوا من التجهيزات. بيجي له واحد من اتباعه بيعرفوا ان في شخص واحد بس ما جاش، سندباد من قريه باترسون. بيقول له مش مهم، عيل او اتنين مش هيغيروا حاجه. سندباد وقتها بيظهر بيقول له ده انت اللي عيل، اسمعني كويس يلا، انا اللي هحصل على قوه البرج، مش هسيبكم ابدا تحصلوا عليها، انتوا اللي مش بتعملوا اي حاجه وبتاذوا الناس بدون وجه حق. بيطلع يجري على مدخل البرج وبيلاقي يونان قاعد ومستنيه، بيقول له هو ده المدخل يا سندباد، بمجرد دخولك مش هتقدر تخرج الا لما تتغلب على البرج. سندباد بيقول له انا مش راجع غير وانا معايا القوه دي. بيطلع يجري عليه وهو بيفتكر في كلام امه ساعتها ادت له سيف ابوه وقالت له خد ده معاك، مش عايزاك تكبح نفسك علشاني اكتر من كده، انا دايما كنت بعتمد عليك في كل حاجه، ولكن انت لقيته مش كده الشيء اللي محدش يقدر يعمله غيرك، علشان كده انطلق وامضي في الطريق اللي انت عايزه، صدقني حتى ابوك كان هيعوز كده، وما تقلقش عليا انا هكون كويسه، سكان القريه حواليا وبيساعدوني، علشان كده انطلق في طريقك. سندباد وقتها بياخد السيف وبيقول لها انا بوعدك اني هرجع مهما حصل. بيوصل فعلا على البوابه وبيدخل منها. يونان بيقول في نفسه انت فعلا هو الطفل المعجز اللي هيغير العالم يا سندباد، متحمس اعرف ايه اللي هتعمله لما تحصل على قوه البرج. دراجون هو كمان بيمر اتباعه ينطلقوا وكلهم بيدخلوا على البرج. سندباد فعلا بيدخل وبيتصدم من اللي بيشوفه، وحوش غريبه وقويه طايره في السماء ومباني متكسره في الهواء، هو ده فعلا البرج. وفي خلال ما هو واقف بيهجم عليه تنين صغير، ولكن سندباد بيفاديه. التنين بيتوجه على مكان دراجون وجنوده اللي كانوا في الوقت ده متبهدلين من التنانين وعمالين بيموتوا واحد ورا التاني. دراجون هو الوحيد اللي بيحاول يقاتل فيهم وبيقول لهم يحافظوا على التشكيله، ولكن فجاه بيلاقي نفسه بقى لوحده وكل الجنود اختفوا. كتيبه مكونه من 100 جندي اختفوا في لمح البصر، ومن وراه بيهجم على وحش منهم ودراجون بيحاول يبعده. بيتحاصر عند نهايه المنحدر وشكلها كده النهايه لدراجون، ولكن فجاه رمح بيخترق قلبه وبيخلص عليه. سندباد انقذه، بيقول له تعالى ورايا بسرعه. بيروح يستخبى من الوحوش ودراجون بيقول له مش انت برضه اللي رفضت الاستدعاء؟ انا مش محتاج لخاين زيك انقذني، يا بجحتك يا اخي. سندباد بيقول له طز فيك، انا خلاص انقذتك وحصل اللي حصل. بيفضلوا يتخانقوا ودراجون بيقول له شكلي كده لازم اعرفك بنفسي علشان تعرف انت بتكلم مين. بيقول له على اسم طويل كده، وسندباد بيقول له لا ده طويل قوي، انا هختصر اسمك لدراجون احسن. التاني بيتعصب ويقول له انت بتتريق على اسم عيلتي يالا، ما انت اللي اسمك طويل يا عم. ولكن في خلال كده بيلاقوا تنين ضخم جدا معدي من فوقيهم. بيعرفوا ساعتها ان مفيش وقت للهبل اللي هم بيعملوه ده. بيروحوا يبصوا عليه بيكونوا مصدومين من مدى حجمه العملاق ده، لدرجه انه بياكل التنانين الصغيره اللي مش عاجباه. المشكله كمان ان هو بيحرس الباب اللي لازم يعدوا منه، يعني لازم يلاقوا طريقه يهزموه بيها. دراجون ساعتها بيقول له انا عندي اقتراح، خليك انت تطاع مصرف انتباهه علشان اقدر اوصل للباب، وما تقلقش بكرمك كاحد ضحايا الحرب بعد ما افتح البرج، واحد من عامه الشعب زيك المفروض يكون فخور بفرصه زي دي. سندباد ساعتها بيتعصب وبيقول له انت فعلا من الجيش، انت عارف كم واحد مات لحد دلوقتي بسبب تفكيركم ده؟ دراجون بيقول له خليك شجاع وما تهربش، هو ده واجبك كجندي، انا هكون سعيد لو مت في سبيل بلدي. وفعلا بياخد درع من على الارض وبيقرر انه هيقوم بالمهمه دي لوحده. بيحاول يعدي من ورا الوحش، ولكن الينابيع الساخنه بتعيق الطريق، ده غير كمان التنانين الصغيره اللي بتهاجمه كل شويه. بيقدر فعلا يعدي من كل ده وبيوصل على البوابه، ولكن المفاجاه ان البوابه ما بتفتحش. دراجون بيبقى مصدوم، ليه البوابه مش بتتحرك؟ في اللحظه دي التنين الضخم بيلاحظه وبيبدا يتحرك ناحيته، بيتحاصر في مكانه والوحش بيجهز هجومه علشان يخلص عليه. الواد بيبقى مرعوب وبيقول لا انا مش عايز اموت دلوقتي، ودي كانت اللحظه اللي سندباد انقذه فيها. بيفوق سندباد بيقول له قوم بسرعه والا هتموت، ولكن دراجون بتبقى جات له حاله نفسيه وبيقول له اقتلني، ان اخاف من العدو انا كده فشلت كجندي. سندباد بيقول له ايه يعني؟ ايه العيب في انك ما تبقاش عايز تموت؟ ما طبعا هتخاف، فانت بشري قبل ما تبقى جندي. هل الملكه والجيش حاولوا يضحوا بحياتهم قبل كده علشان ينقذوا مدني؟ الدوله اتوجدت علشان تحمي شعبها والمواطنين اللي عايشين فيها، مش علشان تضحي بيهم وتستخدمهم كادوات في الحرب. الدوله اللي ترمي شعبها ملهاش اي لازمه. في اللحظه دي سندباد بتيجي في باله فكره مجنونه وبيقول له هستعير منك الدرع
كالعاده بينطلق على التنين وبيستعمل الينابيع الساخنه كمنصات وبيتزحلق عليها. دراجون مصدوم من شجاعته بيتحرك عليها بسرعه كبيره وبيقدر فعلا انه يصيب التنين بضربه. بيرتفع لاعلى واعلى وبعدها بينزل على التنين وبيغرس فيه السيف بتاعه. التنين وقتها جسمه بيتحول لحجر وبعدها بيتلاشى. بيسيبوا وراه حجرين كده ويبدو كده ان هم دول مفتاح الباب. بياخدوها فعلا وبيحطوها في مكانها وساعتها الباب بينور وبيتفتح. بيقول له يلا بينا. بيدخلوا منه وبيفضلوا يتقدموا في طريقهم متخطيين كل المصاعب اللي بيقابلوها. دراجون بيبقى مبهور بيقول في نفسه انا مش فاهم الشخص ده. في الاول تحس انه مجرد شخص غبي متهور ولكنه في الحقيقه بيحلل الوضع بهدوء وبعدها بياخد القرار الصح في الوقت والمكان المناسب. بيوصلوا اخيرا على المبنى الاخير وبيكون عباره عن غرفه قديمه وكل الادوات اللي فيها متحجره. بيلاقوا في مركزها فانوس حجر ومجرد ما بيلمسوه بتخرج منه طاقه سحريه وبيظهر لهم الجني. بيقول لهم اسمي هو بعل جني الغضب والبطوله، مين فيكم عايز يبقى الملك؟ سندباد ودراجون بيكونوا مظلومين. هي دي القوه اللي السحرة كانوا بيتكلموا عنها والاتنين في نفس واحد بيقولوا له انا اللي هبقى الملك. وبما ان محدش فيهم ناوي يتراجع عن قراره بيقرروا انهم يسووا الموضوع ده بالقوه. كل واحد فيهم بيستل سيف والجن بيقول لهم اللي هيفوز فيكم هيبقى هو سيدي. وفعلا بتبدا معركتهم وبيتبادلوا الضربات بالسيف ولكن دراجون اللي اتدرب على طريقه استعمال السيف بيبقى ليه الافضليه وبينجح في انه يطير السيف من ايديه. بيقول له مع السلامه يا حبيبي. لسه هيتعانوا ولكن سندباد بيمسك السيف بايده. بيقول له انت اقوى مني كسياف ولكن دي مش كل حاجه. بيبعد السيف وبيديله بالبوكس في وشه. الواد بيبقى يفقد وعي ولكن بيفتكر وعده لسرندين وبيثبت نفسه. بيقول له انا ما ينفعش اخسر هنا. بيبداوا يتبادلوا اللكمات وسندباد اداله حته بوكس وقعه على الارض. في اللحظه دي دراجون بيبدا يفتكر كلامه مع اخوه الكبير وهو بيبارك له بعد خطوبته على الاميره سرنديني. دراجون قال له الاميره ذكيه وجميله وانا متاكد انك هتحبها ولكن اخوه قال له انت عبيط، الخطوبه دي كلها ملهاش اي فايده غير انها هتحسن من مكانه عيلتنا، مجرد سلمه مش اكتر. لكن طبعا انا ما بحبهاش ولا حاجه. دراجون وقتها ما عرفش يرد، ما عرفش يعمل حاجه، لا قدر يحمي صديقه طفولته ولا قدر حتى يعترف لها انه بيحبها. بيقوم وبيقول له انا بكره ضعفي، بكره اني ما قدرتش احمي اللي بحبها ولكن برضه ما ينفعش اخسر هنا. سندباد قال له انا فاهمك كويس، انا كمان ما ينفعش اخسر هنا. بيهجموا على بعض وكل واحد فيهم عازم على الفوز ولكن في النهايه عزيمه سندباد هي اللي بتتفوق وبيتغلب عليه. سندباد هو المنتصر. بعلا قال لهم انا شفت القتال بتاعكم، انا بعترف بيك كسيد ليا. بيدوا القوه فعلا وعلامه بتظهر على سيفه ودي معناها ان الجن بقى بيسكن جوه السيف. وكده تم فتح برج بعل. بيتم بعدها نقلهم لبره البرج ومعاهم كل الغنائم. سندباد بيصحى وبيلاقي المواطنين كلهم حواليه وبيهتفوا له لانه قدر ينتصر على البرج. يجي له مجموعه من الجنود وبيقولوا له عاش عليك، يلا بقى سلمنا الكنز وقوه البرج. سندباد بيقول له ده عند امك يالا، الكنز والقوه دول بتوعي ومحدش فيكم هياخدهم. الجنود بقى بيتجمعوا عليه وناويين يقبضوا عليه. يونان ساعتها بيظهر وبيقول له هو انت مش ناوي تستخدم القوه بتاعتك؟ خليني اوريك ازاي تستخدمها. بيلمس السيف ووقتها بيخرج لهم الجني. الكل اول ما بيشوفوه بيتصدموا. يونان بيقول له دلوقتي استمع للي قلبك بيقوله لك. وفعلا سندباد بينادي على جن الغضب والبطوله وبيامره يستخدم سحر ويحول ارادته لقوه عظيمه، فلتحضر يا بعل. وفعلا صديقه صاعقه كهربيه بتنزل وبتخلص على كل الجنود. سندباد بيبقى متفاجئ، ده ايه الجمدان ده؟ يونان ساعتها بيستخدم سحر وبيرفعه في الهواء. بيقول له دي هديه صغيره مني وبيبعته على القريه بتاعته هو والكنز بتاعه. بيرجع فعلا على القريه ولكن بيلاقي اخبار وحشه مستنيه. بتجي له واحده من القريه بتقول له انت كنت فين كل ده وسايب امك لوحدها؟ ايوه صديقي، يبدو كده ان خلاص حياه امه قربت تنتهي. بيرجع على البيت وبيلاقي امه على وشك انها تلفظ انفاسها الاخيره. بيروح يمسك ايديها وبيقول لها انا رجعت اهو زي ما وعدتك ولكن امه بتغلط فيه وبتكون مفكراه ابوه بدر. بتقول له معنى اني قادر اشوفك ان وقتي خلاص قرب، انت عارف ابنك سندباد اخد سيفك وراح علشان يفتح البرج. الواد طلع فضولي جدا ومتهور وزي المجنون ولكنه بيقدر عيلته واصحابه اكتر من اي حاجه. هو دلوقتي كبر وبقى شاب بيعتمد عليه. انا متاكده انه هيكون بخير من هنا ورايح. انا بحبك جدا يا سندباد. بتقول كده وبعدها انفاسها بتنقطع وبتفارق الحياه في مشهد مليء بالحزن والبكاء. وبنعرف ان بعد فتح سندباد لبرج بعل بدات تظهر العديد من الابراج التانيه حوالين العالم زي ما تكون كانت مستنيه اللحظه دي. وبدا العديد من الناس في تحدي تلك الابراج واكتساب قوتها وده اللي قادنا لعصر فتوحات الابراج. وسرعان ما انتشر اسم سندباد كالنار في الهشيم كاول شخص قدر يحصل على قوه البرج. وده اللي اثار غضب القصر الملكي بسبب ان شخص من عامه الشعب هو اللي قدر يفتح البرج. وعلشان كده بتتوجه الاميره سرنديني بنفسها على قريته علشان تقبض عليه ولكن الواد بيحرجها قدام المواطنين وبيقطع لها هدومها وبعدها بيشيلها على كتفه وبيطلع بيها على المركب. بيحطها جوه برميل وبيسيبها في نص البحر. بيقول لها ما تخافيش حتى في مكان زي ده الجنود هيقدروا ينقذوكي، اشوفك بعدين يا قمر. وبيسيبها وبيمشي. وبينتشر خبر احراجه للاميره في جميع انحاء المملكه وبيتم استدعاء دراجون على القصر الملكي. التاني بيتكلموا بيقول له الملك غاضب بسبب اللي حصل لبنته وفشلك في فتح البرج. في الطبيعي كان هيتم اعفائك من منصبك ولكن بفضل اخوك باروسا اللي قدر يقنع الملك تم منحك فرصه تانيه. بيشاور للساحره وساعتها الباب بيتفتح وبيظهر مجموعه من السفاحين.
بيقول له دول هم وحده بارتيفيا السريه وفخرها كتيبه شاملاش، خد دول معاك واستعد وعى سندباد المعدني. وهو حاليا بيتجه شمالا، بس خليك فاكر المره دي مش مسموح ليك بالفشل. وفعلا بياخد رجالته وبيبحر شمالا بحثا عن سندباد. في نفس الوقت ده كان سندباد هيموت من شده البرد وبيقترب من منطقه بتدعى ايموتشاك، منطقه غير مكتشفه في اقصى الشمال وشعبها هيبقوا من سلاله البربريين. بيلاقي قدامه واد واخته كده عمالين بيتقاتلوا مع وحش عملاق، والوحش بيجي من تحتهم وبيطيرهم من على المركب. الواد بياخد اخته وبيحاول يهرب ولكن واضح انه هيلحقهم. بيقرر ساعتها انه يحطها على المركب وبيروح هو يشتت انتباهه. بيقف على قطعه جليديه وبيقول في نفسه انا لازم اقتله هنا علشان الناس تعترف بيا، انا تعبت من كوني جبان. بيمسك الرمح ولسه يرميه ولكن على اخر لحظه بيتردد وبيفشل في انه يخترقه. الوحش بقى بيروح على اخته علشان ياكلها ولكن وقتها سندباد بيتدخل، بيستخدم قوه بعل وبيسقط عليه صاعقه كهربائيه بتحوله لجمبري مشوي. الواد التاني بيبقى مصدوم من اللي شافه. بيرجعوا بيه بعدها على الشط وسندباد بيقول له بقى انت كنت بتحاول تهزم وحش زي ده برمح بس، ده ايه الجمدان ده؟ في الوقت ده اخته بتصحى وبتبقى مفكره ان اخوها هو اللي هزم الوحش، بتطير من الفرحه وبتقول له كنت عارفه انك هتقدر تعملها. الواد بقى قدام نظرات اخته ما بيقدرش يعترف لها بالحقيقه او انه مش هو اللي هزمه. بتاخد بالها من سندباد وبتقول له امال انت تطلع مين؟ وبنعرف ان البنت دي بتدعى ببركه. سندباد بيقول له صحيح انا لحد دلوقتي لسه ما سالتكش عن اسمك. بيبقى متردد يقول له، اخته بتقول له انه اسمه هو هينا، على الرغم انه بلغ 21 سنه ولكن لحد دلوقتي لسه ما عندوش غير اسم وحيد. بس بما انه هزم الوحش ده فدلوقتي بس يقدر يحصل على اسم محارب. بيقعدوا بعدها ياكلوا وسندباد بيعرف انهم من قريه ايموتشاك. بيسالهم عن طبيعه المكان وبركه بتقول له انه عباره عن مكان مغطى بالثلج. ومش بس كده لا، ده كمان ابوهم يبقى زعيم القريه. قال لهم حلو قوي يبقوا خدوني معاكم. هنا قال له بس يا سندباد احنا شعبنا ما بيقدرش الغرباء. قال له ما عنديش مشكله، بلد غير معروفه وشعب غير معروف، انا عايز اشوف كل حاجه في العالم ده. وبالليل هنا بيروح يقعد لوحده. سندباد بيجي له وبيقول له انا اسف علشان اخدت منك الوحش، بس انت كنت مستميت علشان تنقذ اختك، بالنسبه لي ده كان اجمل بكتير من انك تحاول تقتله. هنا بيفرح من كلامه ده لانه اول شخص يعترف بيه. وفي اليوم اللي بعده بيوصلوا على قريه ايموتشاك وسندباد بيكون منبهر بكل حاجه فيها. ايموتشاك هي بلد الثلج والجليد. زعيم القريه بيجي وبيرحب برجوع ابنه. سندباد بيحاول يعرفه على نفسه ولكن الزعيم بيمنعه وبيقول له احنا في ايموتشاك، دي مش بلاد يدخلها الغرباء، وانت كمان يا هينا انت دلوقتي بقيت محارب، من واجبك انك تحمي القريه من الاعداء مش تدخلهم. بيروح بعدها يعلن عن بدايه المهرجان بمناسبه ان ابنه اصبح محارب. وعلى الناحيه الثانيه دراجون بيعرف ان سندباد دخل على قريه ايموتشاك وبيستنتج انهم مش هيقدروا يروحوا وراه. الساحره بتقول له ما تقلقش زعيم شملاش رايح له بنفسه. وبعدين في حاجه اهم من كل ده، وعند سندباد بيعرفوا من الزعيم ان في مبنى غريب ظهر فجاه في اقصى الشمال اثناء ما هم كانوا بره بيصطادوا الوحش. ايوه يا صديقي هو اللي في بالك. بيقول لهم بفكر ابعت فريق علشان يستكشفوا الوضع، انت كمان يا هينا لازم تروح معاهم. ولكن سندباد بيتعصب وبيقول له اوعى تعمل كده، اللي انت بتتكلم عنه ده بيدعى برج في بلدي في اكتر من 10,000 شخص فقدوا حياتهم لانهم حاولوا يتحدوه. هنا بيقول لهم انا سمعت عن الموضوع ده، كل الجنود اللي ارسلوا لهناك تم ابادتهم بالكامل ولكن شاب واحد بس هو اللي قدر يفتحه. سندباد قال لهم انا الشاب ده. الزعيم بيفكروا بيستهزئ بيهم وبيقول له مش هنسامح اي حد يحاول يقلل مننا. ولكن سندباد بيوريه العلامه على السيف وبيعرفوا ان جن البرج بيكون بداخل هذا السيف. الزعيم ساعتها بيقدم له مشروب وبيقول له في ايموتشاك حسن الضيافه بيقدم للاقوياء، اتمنى تقبل اعتذاري على كل اللي حصل مني. في الوقت ده بنشوف ان ملامح هنا بتبقى متغيره ويبدو كده انه بيفكر في حاجه. سندباد بيطلب من الزعيم انه ما يسمحش لحد انه يقرب ابدا من البرج ده. بيقول له تمام انا بوعدك بده. اخته بقى بتحاول تتكلم معاه بتقول له صحيح وانت فتحت حبيبه القلب في الموضوع بتاعكم، انت دلوقتي بقيت محارب وجايز تتقدم لها. ولكنه بيتعصب عليها وبيقول لها حد زي ما يستاهلهاش. في الوقت ده بتبدا تقرع الطبول معلنه عن بدايه المهرجان، وفعلا بتبدا الاحتفالات والكل بيبقوا عمالين يهيصوا ويلعبوا. وسط كل ده ببركه بتلاحظ ان اخوها مش موجود، بيبقى منفرد بنفسه وعمال بيفكر في كلام الناس ليه وشايف انه ما يستاهلش يبقى محارب. اخته بتوصل وبتقول له كنت عارفه اني هلاقيك هنا، دايما بتيجي على المكان ده لما بتبقى في حاجه شاغله بالك، انت خلاص هتبقى محارب زمان عندك حاجات كتيره بتفكر فيها، بس وعدني انك هتفضل دايما اخويا الطيب اللي انا بحبه. ودلوقتي يلا بينا نرجع النهارده اليوم يومك. في نفس الوقت ده كان سندباد نايم في اوضته وعمال بيحلم بالبنات. زعيم شملاش بيكون اتسلل على الاوضه وبيقول بقى العبيط هو الهدف بتاعنا. بيهجم عليه ولكن سندباد بيديله حته شلوط في بطنه وهو نايم من غير ما يبقى قاصد. يا ابن المحظوظه. بيصحى بعدها من الصوت وبيلاقي طفل قدامه. بيقول طفل زيك لازم يتعلم الادب كويس. بينزله من فوق والتاني بيلف عليه السلاسل وبيثبته. بيقول له بقى هو ده اخرك، ولكن بيلاقيه عمال بيضحك. بيبص يمينه وبيلاقيه مسك السيف وعينك ونشوف الا النور. الواد بعدها بيفقد وعيه هنا وبيركب بيك وبيربطوه. المفروض بقى انهم يستجوبوه ولكن سندباد مصمم يعلمه الاخلاق. بيقول له انا ما اعرفش مين اللي بعتك، بس انك تبقى في السن ده وشغال قاتل انت كده هتقلي امك وابوك عليك. في الوقت ده الواد بيبقى مخبي سكينه وعمال بيفك في الحبل. هنا بيقول له ده سفاح يا اسطى لازم تبقى صارم معاه اكتر من كده. قال له لازم اعلمه الاساسيات اول. بيحاول يتكلم معاه بيقول له انت انتهى بيك الوضع شغال كده بسبب اسلوب كلامك، مش صعبان عليك ابوك وامك. تاني وقتها بيتعصب وبيقول له ما تخرس بقى، انا ابويا وامي ماتوا من زمان. عارف ليه؟ علشان انا اللي قتلتهم بايديا لما كان عندي 6 سنين. ها ايه رايك دلوقتي؟ خفت صح؟ ولكن سندباد بيضربه بالقلم وبيقول له ما تقولش حاجه زي دي بفخر. بينظر له باعين كلها شفقه وحزن وبيقول له انت صعبان عليا. الواد وقتها بيتعصب من نظراته وبيفك نفسه وبيهجم عليه، وفجاه دخان بيترمى عليهم والواد بيختفي من المكان. اتباعه بيكونوا وصلوا وانقذوه. هنا بيقول له انت كويس؟ وبعدين مين الناس
الناس دول عايزين منك ايه بالظبط؟ بيقول له غالبا كده دول من جيش بارتيفيا وانا هو الهدف بتاعهم، وده لان عرضت بلدي وحاجات كده تانية كتير. هنا قال له هو انت مش خايف؟ حياتك مهدده ومش عارف ترجع بلدك. قال له انا هتبع قدر مش اكتر، هو ده كل الموضوع. وبعدين مفيش موجه ما اقدرش اتغلب عليها. هنا وقتها بيحس بحاجه غريبه منه. المحاربين بينادوا عليهم علشان يكملوا احتفال، وهنا بيقول لهم اسبقوني انتوا وانا شويه وهحصلكم. ويبدو كده انه عقد العزم على قراره. وبعد شويه بيركب تيجي لسندباد وبتقول له ان اخوها ساب وراها الرساله دي، بيقول فيها انه راح يتحدى البرج بهدف انه يصبح محارب حقيقي. سندباد بيقول لها الجميع عدا الشخص المقدر ليه يكون الملك هيموتوا هناك، هو ده البرج، بس ما تخافيش انا مش هسمح ان هنا يموت. بتقول له بس انت كمان مفيش ضمان انك هترجع. قال لها لا انا عارف اني مش هموت دلوقتي. في نفس الوقت لكن هنا وصل على مكان البرج. بيقول حتى انا لو اكتسبت قوه البرج الكل هيعترف بيا. بيدخل فعلا عليه وساعتها بتصدم. بلورات بتلمع وفراشات في كل مكان، واحده منهم بتقف عليه. وهنا بيقول ما هو البرج طلع مكان جميل اهو، امال ليه كانوا بيقولوا عليه خطر؟ ولكن في الوقت اللي الفراشه بتعضه وبتبدا تشرب من دمه. الواد بيتصدم، ده انت هتتاكل هنا. بيحاول يهرب منهم ولكنهم بيتجمعوا عليه وخلاص على وشك التهامه. ساعتها بتيجي في باله فكره وبينط في الميه. بعد معاناه بيقدر فعلا انه يتخلص منهم. بيكمل طريقه لحد ما بيوصل على الباب الاخير، ولكن هو ماشي بيقع في فخ وبيطلع له وحش من تحت الارض وبيوقعه في الميه، وشكلها كده هتكون معركه مائيه. هنا بيقول انا المره دي مش ههرب. بيتقاتل مع الوحش وبيقدر فعلا انه يخرجه من الميه. بيرمي الرمح وبعدها بيمسك الوحش وبيشيله من على الارض. بيرميه وبياخد الرمح ولسه يخلص عليه، ولكن فجاه رمح تاني بيخترق جسمه. كتيبه شملاش بقاده دراجون هم كمان دخلوا على البرج. بيروح يعدوا من جنبه ولا كانه موجود، وبياخدوا الحجر اللي الوحش سابه وراه. دراجون بيقول لهم هو ده مفتاح الباب وهدفنا وغرفه الكنز اللي موجوده وراه. هنا بقى اخيرا بيقرر انه يتكلم. بيقول له انت يا عم انت وهو المفتاح ده ملكي انا. دراجون بيقول لهم سيبوكم منه، زمان سندباد وصل على غرفه الكنز، انا اللي هشيل المفتاح معايا. وفعلا بيسيبوه وبيمشوا. هنا بقى وقتها بيتعصب جامد، مش قلت لكم استنوا؟ بيمسك رمحه وبيهجم على اول اتنين وبيطيرهم. هي دي قوه سلاله البرابره الايموتشاك. الزعيم بيامر اتباعه انهم يخلصوا عليه، واجسامهم بتبدا تتحول لاشكال غريبه وبيهجموا على هنا. بيحاول يقاوم ولكنهم بيكتفوه بعمل جماعي وخلاص هيخلصوا عليه. ولكن فجاه صاعقه كهربائيه بتترمى عليهم وتوقفهم عند حدهم. سندباد وصل اخيرا. بيروح يقف جنب هنا، وهنا بيقول له انت ايه اللي جابك على هنا؟ دراجون بيجي يسلم عليه، والساحره بتعرف على نفسها وبتقول له ان اسمها هو فالان، وشكلها كده وراها حاجه. في الوقت ده زعيم شملاش بيهاجموا وبيقول لهم انا ما عنديش اي مشكله ما دام هقدر اقتل سندباد. الاثنين التانيين هم كمان بييجوا وبيبداوا يتقاتلوا مع هنا. الواد بقى بيستعمل كل مهاراته وبيقيد حركه سندباد. بيتحرك بسرعه كبيره وبيهجم عليه من ظهره، ولكن بيلاقي البوكس التمام في نص وشه. الواد ما بيكونش فاهم ازاي قرات تحركاتي. هنا بيبقى عمال يتقاتل مع الاثنين التانيين، وشايف سندباد هو مش بيعاني حتى في قتاله. بيقول انا ما ينفعش اخسر قدامه، ولكن واحد فيهم بيمسكه من رجليه وبيوقعه، والتاني بيديله ضربه في نص بطنه. سندباد ساعتها بياخد باله وبيحاول يستعمل قوته وينقذه، ولكن دراجون بيوقع السيف من ايديه. الواد بقى بيستغل الفرصه وبيهجم عليه، ولكن هنا بيتصدى لها وبينقذه. بيشيل سندباد وبيطلع يجروا بسرعه وبينطوا في الميه. الساحره بقى بتروح تستخدم سحرها على البحيره وبتجمدها بالكامل. يا ترى هل هتقدروا تنجوا؟ دراجون بيبقى مصدوم من قوتها، حتى لو هي تبقى ساحره المملكه، بس ما توقعتش انها بتمتلك القوه دي كلها، وشكلها كده ما يطمنش. بتقول لهم بس ما كنتش اعرف ان كتيبه شملاش ضعيفه للدرجه دي، بقى مش قادرين حتى تقبضوا على شخصين زي دول. بتديهم ادويه كده يشربوها، بتقول لهم انها ادويه سحريه لشفاء الجروح. بيشربوها فعلا وبيبداوا يحسوا ان جسمهم بقى خفيف وكل اصاباتهم اتعافت، بس برضه دراجون مش مطمن لها. بيتوجهوا بعدها على الباب، ودراجون بيحط البلوره وبيفتح الباب. في نفس الوقت ده كان كل من سندباد وهنا قدروا انهم ينجوا من البحيره بسلام. هنا قال له انت ايه اللي جابك على هنا؟ بسببك في اني فشلت في ان اخلص على الوحش، لازم انا اللي احصل على قوه البرج. وعند دراجون بيكونوا وصلوا على غرفه الكنز. دراجون بيروح يلمس القلاده، وفي الوقت ده الجن بيظهر لهم وبيقول لهم انا هو فاليفور، مين فيكم عايز يبقى الملك؟ ولكن قبلها انا شامم ريحه نتنا. بيشاور على الساحره وبيقول لها انت فاكره انا مش هعرف انك مستخبيه في وعاء وهمي؟ بيستخدم قوته وبيبخرها في ثواني، وبتطلع انها كانت مجرد دميه وجسمها الحقيقي بيبقى جوه بارتيفيا. بتقول له يبدو كده ان الجن ده بيمتلك حاسه شم قويه، بس انا سايبه لهم هديه تذكاريه هناك. نرجع بقى للبرج، ودراجون بيتقدم وبيقول له انا اللي هبقى الملك، اختارني انا. فاليفور بيقول له يا ترى ايه اللي هتعمله بعد ما تحصل على قوه الملك؟ قال له طبعا هرجع بقى لبارتيفيا واقدمها لجلاله الملك. ياه بقى هو ده اخرك؟ الجن وقتها بتخيب اماله وبيتحول لقطه صغيره. بيقول له انت احبطتني، اللي انا كنت عايز اسمعه فعلا هو رغبتك انت بعد ما تحصل على القوه، مش رغبه حد تاني. لو انت ما عندكش هدف مفيش اي فايده من حصولك على القوه. والجن بيرفضوا. في الوقت ده سندباد وهنا هم كمان بيوصلوا على المكان، وفاليفور قال لهم حلو كده كل المتسابقين وصلوا على هنا، انا هعمل لكم اختبار، والشخص اللي هيتجاوز الاختبار منكم انتوا السته هو اللي هيصبح الملك. حابب بس اديكم فكره عن اللي القوه دي تقدر تعمله. مبدئيا فانت هيبقى عندك القدره انك تدمر بلد كامله في ليله واحده، او حتى تبني بلد جديده
الكنز اللي انت هتاخده. ها مين فيكم عايز يبقى الملك؟ في الوقت ده سام شملاش بيفاجئ الكل وبيقول له معنى كده ان حتى انا اقدر احصل عليها؟ قال له طبعا، كل الموجودين هنا عندهم نفس الفرصه. الاثنين التانيين هم كمان بيتقدموا وبيقولوا له انهم هيشاركوا. بيقول له انا عمري ما توقعت ان هقدر اسيب المنظمه، ولكن بالقوه دي هقدر. الزعيم بيقول له براحتك، ده هيبقى حمام دم. والمفاجاه ان سندباد هو كمان بيرفع ايده وبيقول لهم انا كمان هشارك. فاليفور قال له يا طماع، مش كفايه عليك بعل؟ هنا هو كمان بيشارك وبيقول لهم مش هسمح لحد ياخد القوه دي غيري. فاليفور بيضحك وبيقول لهم كده انتوا بقيتوا جاهزين للاختبار. بيستخدم سحر وبيصنع لهم قطه كده وبيقول لهم ان اختبارهم الاخير هو انهم يحاولوا يمسكوها، واول شخص هينجح في انه يمسكها هو اللي هيحصل على قوه الملك. ده اختبار ده ولا لعبه؟ ولكن في المقابل لو مفيش حد يقدر يمسكها قبل انتهاء الوقت فانتوا هتتحبسوا في البرج ده للابد. في الوقت ده زعيم شملاش بيطلع سكاكين وبيرميها بيهم ولكنها بتتفاداهم بسهوله. بتبدا لعبه المطارده والصدمه ان محدش فيهم عارف يمسكها. ومش بس كده، دول كمان بداوا يهاجموا بعض علشان يحاولوا يقللوا العدد. فاليفور بيبقى مستمتع وبيقول البشر عمرهم ما بيتغيروا ابدا. ولكن في الوقت ده سندباد بيوقفهم وبيطلب منهم يهدوا. بيقول لهم لو ما تعاوناش مع بعض فما فيش حد هيخرج من هنا، وبعدين مش يمكن ده يكون اللي فاليفور عايزه اساسا، فمستحيل اصلا حد يقدر يمسكها لوحده. لكن لو تعاوننا مع بعض اكيد هنقدر. علشان كده انا عندي خطه، وهي اننا نحاصر القطه بتشكيله دائريه ونبدا نقرب منها واحده واحده، وبمجرد ما حد فينا يدي الاشاره كلنا نهجم عليها في نفس الوقت من جميع الاتجاهات، واللي هيمسكها هتبقى القوه من نصيبه. دراجون قال له طب ما هو كده الشخص اللي هيدي الاشاره هيكون ليه الافضليه العظمى. بيقول له انا اللي هديكم الاشاره ولكن في المقابل مش هشارك معاكم، فانا اساسا معايا بعد. المهم هو اننا نغادر المكان ده بسلام. العيال فعلا بيتوافق على خطته وبيكونوا حلقه حوالين القطه وبيبداوا يقربوا منها واحده واحده. ولكن دراجون مش بيبقى مطمن، بيقول في نفسه معقوله هو فعلا مش عايز يعمل حاجه؟ في الحاله دي يبقى انا اللي هحصل على القوه. في اللحظه دي سندباد بيديهم الاشاره كلهم بيهجموا على القطه في نفس الوقت، ولكن القطه بتغفلهم كلهم وبتنط في الهواء. وهنا كانت التغفيله الاكبر. سندباد بينط معاها في نفس الثانيه وبينجح في انه يمسكها. يا ابن الغداره، كلهم بيبقوا هيتجننوا. كل واحد فيهم بيفضل يشتم فيه وبيقول له انت خدعتنا. وبصراحه حقهم يا صديقي. بيقول لهم متاكدين لو انا ما كنتش عملت كده ما كانش حد فينا هيخرج من البرج. كده كان لازم حد فينا يحصل على قوه الملك، والشخص ده كان انا. وده لاني اكتر حد محتاج للقوه دي. انا ناوي استخدم القوه دي في ان انشئ دوله من شانها تغير العالم. كلهم بيتصدموا من كلامه. بيقول لهم انا عايز اصنع عالم يعيش فيه كل البشر من جميع البلدان مع بعضهم البعض، وعلشان كده هنشئ الدوله اللي هتكون بمثابه حجر الاساس وتربط العالم كله ببعضه. دراجون قال له انت مجنون، انشاء الدوله مش بالسهوله دي، اللي انت بتقوله ده مجرد احلام مش اكتر. سندباد ساعتها بيبتسم وبيقول له علشان كده هحولها لواقع. تخيل معايا قصه شاب قدر يفتح اول برج سحري ظهر في تاريخ البشريه، وبعدها يكون بانشاء دوله جديده هتغير وضع العالم باكمله. ايه رايكم؟ مش شايفينها قصه حلوه؟ انا بقسم اني هعمل كده. في الوقت ده المنى بتبدا تتجمع حواليه وكلهم بيحسوا بحماس شديد في قلبهم. بيحسوا فعلا انه الملك المنتظر. بيقول لهم انا محتاج لاصحابي يساعدوني في تحقيق حلمي، واحد في السياسه، واحد بيعرف يجمع معلومات، والاهم واحد يخوض معايا مغامراتي. دراجون بيبقى مبهور ومش قادر يسيطر على حماسه. بيقول لهم انا عايز القوه والصحاب مع بعض، انا عايز كل حاجه، علشان كده انضموا ليا. في الوقت ده الاثنين اللي من شملاش بيكونوا اتاثروا من كلامه وبيقولوا له هو انت فعلا عايزنا نبقى اصحابك؟ قال لهم طبعا انا عايز اضمكم كلكم ليا. زعيمهم وقتها بيضحك وبيقول له تمام، انا كمان هبقى واحد من صحابك. انا اساسا كنت بدات ازهق من المنظمه واللي فيها. بيجي يسلم عليه ولكن طبعا دي خدعه. بيقول له انت صدقت ولا ايه يا غبي؟ انا مستحيل اكون صاحبك. ولكن سندباد بيقول له لا، انا هخليك صاحبي انت كمان. الواد وقتها بيتاثر هو كمان وبيقول في نفسه يا ترى حد زيي مسموح ليه يستمتع؟ ولكن في الوقت ده فجاه هم الثلاثه بيبداوا يحسوا بالم شديد وعينيهم بتبكي دم. الكل بيتصدموا، ده من تاثير الدواء اللي الساحر ادته لهم. الثلاثه بيبدا يخرج منهم طاقه ظلاميه وبتتشكل على شكل كوره. فاليفور بيقول له ده سحر الظلام، لو استمر الوضع على كده هيتحولوا لوحش، لازم تستخدم قوه بعل بسرعه قبل ما ده يحصل. ولكن سندباد مش ناوي يعمل كده. دراجون بيجي يطلع مسدسه بس سندباد بيمنعه. دراجون بيقول له انت بتعمل ايه يا غبي؟ لو سيبناهم كده الوحش هيتولد. سندباد قال له اخرس، هم قالوا انهم هيغيروا العالم معايا، مش مهم اذا كانوا وحوش او بشر، برضه هيفضلوا اصحابي. وفعلا الوحش بيتولد وبيدي ضربه لسندباد بيلزقه في الحيطه. دراجون بيقول له لازم تستعمل قوه بعل، مفيش قدامنا خيار تاني غير كده. فاليفور بيقول لهم لا، لسه فاضل طريقه واحده. غالبا الوحش ده سايبهم عايشين وبيستخدم المنى بتاعتهم علشان يتحرك، يعني لو دمرتوا قلبه بضربه واحده وقتها تقدروا تنقذوهم هم الثلاثه. في الوقت ده الوحش بيهاجم هنا وهنا بيحاول يتصدى ليه، ودراجون بيطلع على دراعه. سندباد وقتها بيستغل انشغاله وبيقدر انه يقطع له دراعه. بيلاقي الفرصه قدامه لانه يدمر قلبه وبيبدا يجهز في هجومه. ولكن فجاه ايد الوحش بتتحرك وبتخطف منه السيف. بيرجع ايده المقطوعه مكانها وشكل كده الموضوع هيطول. في اللحظه دي بتظهر لهم الساحره فلان وبتقول له انت عاجز من غير سيفك يا سندباد. دراجون وقتها بيعرف ان كل ده كان من تخطيطها هي. بيهاجمها ولكنها بتتفاداها وبتقول له مش هتستفاد حاجه، فانا جسمي الحقيقي موجود في بارتيفيا، وكل ده كان باوامر من قائد الفهلك باروسا. دراجون وقتها بيتصدم، يعني اخويا هو اللي عمل كل ده؟ بيبدا يتكلم من خلالها وبيقول له نسيت اقول لك انك اترقيت رتبتين يا دراجون. عارف ليه؟ ده لان انت تم اعتبارك ميت في الحرب. في البدايه فشلت في انك تفتح البرج، وكمان
ما عرفتش تقبض على سندباد، انت عار علينا وعلى عيلتنا النبيله. حاجه اخيره، انت فكرت فعلا ان مش هلاحظ مشاعرك ناحيه الاميره سرنديني؟ انت تعديت حدودك يا دراجون، علشان كده هتموت هنا زيك زي الجند الضعيف. دراجون بيبقى منهار وفاقد للامل، عيلته وبلده هما الاثنين اتخلوا عنه. الوحش بيهجم عليه ولكن هنا بينقذه، بيحاول يتصدى ليه ولكنه بيمسكه من دماغه وبيبدا يعصر فيه. سندباد بياخد الرمح وبيحاول ينقذه ولكن كل محاولاته بتفشل. هنا هو بيتعصر بيقول له انت طول عمرك بتحاول توصل للي انت عايزه بعزيمتك لوحدها يا سندباد، كنت فاكر ان اقدر ابقى زيك لو حصلت على قوه الملك، ولكن دلوقتي اتاكدت حتى بالقوه دي فانا ما اقدرش ابقى زيك، علشان كده انا ما عادش ههرب من حاجه، مش هخاف اواجه الحقيقه بعد كده. بيتعصب جامد وبيمسك ايدين الوحش وبيكسرها له، بياخد رمحه وبيقول له انا هتكفل بالوحش ده، عايزك بس توفر لي شويه وقت. سندباد قال له بس كده عينيا الاثنين. بيروح يشتت انتباهه عما هنا يجهز هجومه، بيفضل يتفادى في كل هجماته ببراعه فلان مش مصدقه، معنى كده انه بيقدر يشوف التدفق. بتستخدم سحرها وبتكتفه للوحش علشان يمسكه. هنا اول ما بيشوف كده بيتوتر بس سندباد بيقول له ما تقلقش عليا وكمل في هجومك. الوحش بيبدا يعصره جامد والواد بيصرخ من شده الالم، ولكن في الوقت ده دراجون بيتدخل، بيقول له انا قتلت كتير علشان بلدي وما كانش عندي مانع ان اموت في سبيلها، ولكن انا طلعت غلطان، الحاجه اللي انا كان المفروض احميها كانت هي سرنديني. بيتحدى اخوه بيقول له انا مش هموت على ايد امثالك يا بروسا، بقسم لك ان اخرج من البرج ده وهاجي علشان اقتلك. بينضم لسندباد وبداوا هما الاثنين في تشتيت انتباه الوحش. في الوقت اللي هنا بيكون انتهى من تجهيز هجومه، بيقول لهم اسف على التاخير، خليني اوريكم قوه رمح قبيله ايموتشاك. بيمسك الرمح وكل قوته بيرزعه في قلبه، ده القوه دي، الرمح فعلا بيخترق قلبه والوحش بيختفي. فلان لسه هتتعصب قام سندباد قال لها ما تنامي بقى وبيستعيد السيف منها. يروحوا بعدها يفحصوهم والعيال بتصحى وبيعرفوا ان هم اللي انقذوهم، بيشكروهم والعيال لسه هتفرح ولكن فجاه طاقه ظلاميه بتبدا تخرج من جسم زعيمهم والوحش بيتم بعثه من جديد. فلان بتقول المره دي انا صنعته عن طريق جسم واحد، من حسن حظ ان الواد اصلا كان شبه واقع في الظلام، يعني المره دي هو اللي هيكون نواه الوحش. هزيمتكم للوحش هيكون معناها ان الواد ده هيموت هو كمان، وروني بقى هتعملوا ايه. ولكن تفتكر ان سندباد هيستسلم يا صديقي؟ بيحط ايده في قلب الواد وبيحاول يسحبه من الداخل. فاليفور بيقول مستحيل، مفيش بشر يقدر يتحمل الضغط ده كله. في الوقت ده سندباد بيبدا يشوف مشاهد من ذكريات الواد، بعد بيتكلموا بيعرفوا انهم حاليا بيغوصوا جوه وعيه. بيقول له ارجوك حاول ترجعه، انا عايز انقذ الواد ده باي ثمن. وبنشوفه هو ماشي لوحده وعمال بيعيط، بيقول انا ما عادش قادر اتحمل الالم ده اكتر من كده، انا عايز ارجع على البيت. نسخته الثانيه بتظهر وبتقول له بطل عياط يلا، بيت ايه ده اللي انت بتتكلم عليه؟ احنا ملناش اي مكان، انت نسيت احنا اللي قتلنا ابونا وامنا بايدينا، فبما اننا اتولدنا جوه المنظمه فاحنا كان لازم نقتلهم، كان لازم نعمل كده علشان ننجو، ما كانش عندنا اي خيار تاني. بيعيط هو كمان بيقول له لو ما كناش عملنا كده كنا احنا كمان هنموت. سندباد بيبقى شايف كل ده وبيقول بقى هي دي نفسك الحقيقيه، فضلت عايش حابس الالم وبتحاول انك تخدع نفسك. بيقرب منه وبيقول له لو انت ما عندكش مكان ترجع له فانا هكون المكان بتاعك، انا هبقى سببك في الحياه، علشان كده توقف عن خداع نفسك. في الوقت ده طاقه كبيره بتبدا تنبعث من سندباد وبيقول انا مش هسيب صاحبي يموت. بيضرب البرق على نفسه وطاقه الظلام بتبدا تخرج منه، بيزود اكتر وعيه فعلا بيبدا يرجع له. المكان كله بيهتز من القوه دي والبلوره هي كمان بتتكسر، وفي النهايه بيقدر فعلا انه يرجعه. بيقول له انت كويس؟ الواد وقتها بيعيط واتباعه بيتلموا عليه وبيكونوا فرحانين انه رجع لهم. فالليفور بقى ما بيبقاش مصدق اللي هو شافه وبيقول قادر يرجع بشر من الظلام، لو حاجه زي دي ممكنه. بيتحول لهيئته الكامله وبيقول لهم احنا في غرفه الكنز، لسه ما قررناش مين فيكم اللي هيبقى الملك. هنا وقتها بيزق سندباد وبيقول له روح انت، احنا كلنا هنا معترفين بيك كملك لينا. بينحنوا له كلهم وبيطلبوا منه انه يشكل العهد مع فاليفور. فاليفور قال له وانا كمان بعترف بيك كسيد ليا، وبكده يبقى برج السبع فاليفور تم فتحه بنجاح. بيتم بعدها نقلهم لخارج البرج مع الكنوز وبيلاقوا سكان ايموتشاك مستنيينهم. هنا بيروح يتكلم مع ابوه بيقول له انا عايز اعترف لك بحاجه، ولكن ابوه بيقول له يلا بينا نرجع على القريه، الاحتفال مستنينا. دراجون بقى بيروح يودعهم وبيقول لهم احنا في الاصل اعداء، انا تعاونت معاك بس علشان ما كانش قدامي خيار تاني. عموما انا راجع على العاصمه، انا عارف انه خطر ولكن في شخص لازم احميه. سندباد بيقول له تمام، انا متاكد اننا هنتقابل من تاني. بياخد بعضه وهو ماشي بيقول في نفسه يا لو كنت حر كان زمان اخترتك ملك ليا. في الوقت ده جزء من قوه بعل بينتقل ليه وبيسكن في الحلق بتاعه، والموضوع ده بقى اتعرف بعدين باسم وعاء الاقرباء، وبيبقى عباره عن الاشخاص اللي انجذبوا لوعاء الملك وجن الوعاء اعترف بيهم، ويقدروا من خلاله انهم يتشاركوا قوه الملك بتاعهم ويستخدموا قوه الجني. ودراجون كان هو اول شخص يحصل على القوه دي. اما بالنسبه للي هيعملوا بيها فده اللي هنعرفه في المستقبل القريب. بيرجعوا بعدها على القريه وبيتم تنصيب هنا كمحارب رسميا ومنحه اسمه المقدس، وبيتم منحه اسم هناهوهو. الزعيم بيقول له معنى اسمك هو نقي كالبحر، علشان كده خليك دايما محارب نزيه. وبعد الاحتفال هناهوهو بيروح يتكلم مع ابوه بيقول له انه هيغادر القريه وهيتبع سندباد. بيقول له انا عايز اكون سلاحه ودرعه، عايز اساعده في تحقيق حلمه. ابوه قال له اخيرا عرفت انت عايز ايه، دلوقتي بس انت بقيت محارب من ايموتشاك، انا فخور بيك يا ابني. بيروح بعدها يقابل ابو البنت اللي بيحبها وبيطلب ايديها منه، وبعد نقاش حاد ورقاب كانت هتطير بيوافق فعلا انه يديه بنته. وبنعرف ان الاجتماع مع زعيم القريه انتهى بحصول سندباد على معاهده تجاريه مع قريه ايموتشاك، وبدا اسمه ينتشر في جميع انحاء العالم، مش بس بصفته مغامر لا وكمان بصفته تاجر. والاسطول اللي هو اسسه هيتشهر بعدين باسم سفن سندوريا التجاريه. وبعد ما بيحملوا امتعتهم بينطلق سندباد واصدقائه
وهو في رحله جديده بهدف انهم يصبحوا تجار مشهورين ويتحكموا في الفلوس اللي في العالم. فيا ترى يا صديقي ايه اللي مستنينا من سندباد ومغامراته؟ وهل هيقدر فعلا يحقق حلمه ويأسس دوله؟ احداث كتيره لسه فاضله وكل مغامره احلى من اللي قبلها. وللاسف هنا بيكون انتهى الجزء الاول من حكايه سندباد. فلو الفيديو عجبكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات علشان انزل لكم الجزء الثاني في اسرع وقت. نتقابل على خير في فيديو جديد وبس كده، سلام.